مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من حوار اليوم. تعد الشائعات اداه من ادوات حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الاكاذيب لخلق حاله من الاحباط والتشكيك في مؤسسات الدوله وزعزعه الاستقرار المجتمعي. وتكمن خطوره الشائعات في التطور الهائل الذي حققته وسائل التواصل الاجتماعي وثوره التكنولوجيات الحديثه، حيث تعد وسيله رئيسيه لانتشارها وسرعه تداولها في المجتمع. وخلال السنوات الأخيرة بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل التصدي للشائعات المغرضة وتزييف الحقائق من خلال استراتيجية واضحة لبناء الوعي كأولوية أساسية وخط دفاع أول ضد هذه الحروب. للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة أو حول هذا الموضوع، يسعدني أن يكون مع دكتور مايكل البدراوي، خبير التخطيط الاستراتيجي وسفير التنمية المستدامة. دكتور مايكل منورنا. اهلا بحضرتك. منور بك. خلينا في البداية نطلع تقرير، وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار فيما يخص الشائعات وتعرض الدولة المصرية للكثير من الشائعات من خلال منصات إعلامية ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حالة من البناء والتنمية في جميع المجالات، لكنها في الوقت نفسه لم تغفل ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين باعتبارهم حائط الصد الأول في مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة ومحاولات استهداف الروح المعنوية للشعب المصري. ومن إيمانها بأن الوعي هو حجر الزاوية في ثقافة الشعوب، خاصة تلك التي تعمل على بناء مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة، تراهن القيادة السياسية دوما على وعي المواطن المصري في الوقوف بجانب الدولة، خاصة في المراحل الحرجة التي تعيشها من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على أمنها القومي. ولطالما كان الشعب المصري بجميع فئاته أهلا لتلك الثقة، ودائما يجتمعون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم في مواجهة تلك التحديات. كما أن الدولة وضعت استراتيجية تعاونت على تنفيذها جميع أجهزتها وقطاعاتها لنشر الوعي بين المواطنين ومحاربة الشائعات التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار. الاستراتيجية شملت برامج توعوية لتغيير المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة. أيضا هناك المؤتمرات التي تنظمها الدولة بشكل دوري لفتح آفاق الشباب وتعريفهم بالتحديات التي تواجهها البلاد، وكذلك الاستراتيجيات التي تستهدفها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. لا شك أن زيادة الوعي لدى المواطنين سيجعل الجميع في تكاتف من أجل النهوض بالبلاد ومواجهة حروب الشائعات التي تستهدف التشكيك المستمر في جهود الإصلاح والتقليل من حجم الإنجازات، وهو ما نجحت الإرادة المصرية ووعي الشعب في التصدي له، ليظل دوما وعي المواطن هو سلاح الدولة في مواجهة التحديات. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه، وارحب بضيفي في الاستوديو دكتور مايكل البدراوي، خبير التخطيط الاستراتيجي وسفير التنميه المستدامه. دكتور مايكل، بدايه خلينا نعرف يعني ايه الشائعه. بدايه الشائعه هي عباره عن معلومه، المعلومه دي يتم تداولها على مدى بعيد دون التحقق من مدى صدقها او مصدر معلوماتها. يعني مصدر المعلومه ده هو بالنسبه لي بيحدد قدام هتبقى شائعه ولا لا. الشائعه يجوز تبقى إيجابية وسلبية لنفس الدولة بس بمنظورين مختلفين. يعني مثلا لو شائعة تم نشرها لرفع الروح المعنوية ولتكن عن معلومة غير صادقة، ممكن تكون إيجابية بالنسبة له، ولكن في الآخر تظل شائعة لأن مدى تأثيرها بيحدد على صدقها من عدم، فكده تسمى شائعة. معيار الشفافية هو المعيار المقابل لمعيار الشائعة. يعني أنا لما بقول شائعات هي معلومة مغلوطة من الأول سواء كانت إيجابية أو سلبية، دي الشائعة. مقياس الشفافية أو معيار الشفافية هو المعيار اللي بيدل على صدق المعلومات، وده اللي بتحكم فيه
القياده السياسيه او القياده للدوله ذات نفسها كمنظومه في تحقيق صدق جميع المعلومات اللي بتصدر للمواطن او بتبقى على مرأى ومسمع من الجميع. تمام. خلينا نتكلم هنا على يعني تأثير حرب الشائعات على الدول بشكل عام يعني. لأن حضرتك برضه أشرت إلى نقطة برضه دكتور مايكل اتكلم إن ممكن الدولة في وقت من الأوقات خاصة لما يبقى في أزمة يعني هي نفسها مثلا تكون مصدر إشاعة إيجابية تخلي الناس عندها أمل، وده شيء كويس. صحيح. لكن برضه خلينا برضه قبل ما اسال مساله تاثير الشائعات على الدول اتكلم في الشائعات الايجابيه. هل الشائعه الايجابيه بتبقى من داخل الدوله ولا من خلال جهات اخرى برضه؟ لان في النهايه برضه مساله الشائعه الايجابيه يعني الشائعه دائما بتستهدف الدوله، بتستهدف صحيح. المواطن، بتستهدف التشكيك. خلينا نتفق ان عموما الشائعات 90% منها بيبقى سلبي. والغرض منه هدم الجدار الداخلي للدوله او الثقه ما بين المواطن وما بين الحكومه بتاعته عشان يأثر على الدوله. سواء بقى دي جهات دوليه، جماعات ارهابيه، فكر متطرف، او كمان ممكن يكون بعض العاملين داخل الدوله زي مثلا التجار مثلا في حاجه عايزين يزودوا سعرها حاجه فيروح قايل لك ده محصول وليكن التفاح وليكن مش عارف ايه ده كله بايظ، فيروح رافع سعر التفاح، والحقيقه في بره الشائعه ان المحصول كويس وان الانتاج سليم ونسبته مظبوطه والدنيا تمام، بس هو الرفع سعر منتج ما يروح مطلع هذه الشائعه او الدولار مش عارف هيحصل فيه كذا او هيزيد او ده بقى يعني احنا اصلا يعني ماكسيموم الشائعات كلها عندنا او النسبه الاكبر كلها داخله في الاقتصاد ثم بعد كده الصحه يعني. تمام. اتكلم بقى على تاثير الشائعات على الدول بقى. غرض اي شائعه بتطلع اولا الهدم الثقه او جدار الثقه ما بين الدوله والمواطن، ثم التحقيق حاله يعني زي ما بيقولوا لغوشه اجتماعيه، يعني ما هو بين المواطن والمواطن بقى واحد موقن او مستمع لشائعه معينه فبينشرها للتاني، بقى في اعتراضات بين مواطن ومواطن، يبقى بين المواطن والحكومه، بين المواطن وصديقه او ابن بلده المواطن، ثم هدم الثقه مع المؤسسات الامنيه للدوله. يعني الشائعه تبتدي بالحكومه كحكومه لاداره الدوله ذات نفسها، المواطن وشقيقه المواطن في نفس الدوله، ثم المواطن والجهات الامنيه. اخطر واحده فيهم لما ابتدي اكسر الحاجز الامني او اشكك في مؤسسات الدوله الامنيه. ليه؟ هنا معناها ان حضرتك عدم ثقه في المؤسسات الامنيه الداخليه وليكن الشرطه او اجهزه الامن الوطنيه او غيره، ثم الجيش المصري، وده دايما اللي عليه شائعات استهداف كتير، مش هيقدر، مش هيعمل، خايف يخوض حرب، خايف مش هيقدر يخوض الحرب، قصص كلها لما تخليك انت خايف قاعد متخوف. طب انا علاقتي ايه بحواليا من الدول؟ مش قادر. طب اداره الدوله ذات نفسها اي مشروع بيتعمل في الدوله انت بتشكك فيه، غرضه ايه؟ طحن المواطن. هي دي الشائعات اللي على طول مدرجه. اذا لما تكسر الحواجز الثلاثه دول يبقى انت قاعد جوه دوله مهلهله. وعشان كده نبص ان فخامه الرئيس تقريبا رصد ليه ان خلال 25 خطاب هو بيتكلم عن موضوع عدم الالتفات للشائعات، لان هدفها هدم الدوله من الداخل، وكلمه هدم الدوله من الداخل ده جزء خطير جدا. انقسامك على نفسك وهدمك من الداخل ده اخطر بكتير من انت تكون بتحارب مع حد مباشر. انا عارف مين الحرب ده. وعندنا دلوقتي بقى في مثل حي، قصه دوله ايران في الحرب مع اسرائيل. احنا كل المشكله عندهم دلوقتي ان هو بيختلوا من الداخل بسهوله جدا، لدرجه ان بقى في حاجات كومنتات حتى على الفيسبوك ان ده لو قاعدين في ميدان طهران الرئيسي مش هيبقى الاغتيال للقيادات بالشكل ده. سرعه الاغتيال ده معناه ان هم مخترقين، فده هدم دوله من الداخل. انما هي كايران كدوله كجيش قوي، فاذا هي دي نفس الفكره اللي بتساق على مصر. يمكن دكتور مايكل بيتكلم على حاجه مهمه جدا. يمكن خلال ايام قليله يعني هتحتفل الدوله المصريه بثوره 30 من يونيو، يعني هذه الثوره التي خرج فيها الشعب المصري بحمايه قواته المسلحه ضد اي جماعه او ضد فصيل يريد ان يحكم الدوله المصريه حسب رؤيته هو وفكره هو، بعيدا عن الجينات المصريه والمكون المصري. دكتور مايكل، خلينا نتكلم هنا على، يمكن حضرتك اشرت الى مساله الوعي، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في اكثر من خطاب على مساله الوعي
والشائعات وتعرض الدوله المصريه لكم كبير من الشائعات. لما تيجي تشوف السوشيال ميديا او حتى منصات اعلاميه، يعني انا بستغرب، يعني تجد ان الدوله المصريه هي الدوله الوحيده اللي في برامج مخصصه طول الوقت لشائعات وتحريض ضد الدوله المصريه، يعني وده شيء غريب يعني. خلينا نقول ان يعني معظم مؤسسات الامن السيبراني في مصر اللي هي بتتابع موضوع المنظومات الالكترونيه او كده رصدت اكتر من 12,000 اكونت في مصر مخصصين قاعدين جوه مصر ومصر واخدين 12,000 في فترات معينه وبيقعدوا يغيروا. هي اكتر من كده طبعا، بس ال 12,000 دول مخصصين لبدايه الشائعه، يعني يبتدي يصدر الشائعه وفي اكونتات تابعه تبتدي تروجها ليه. طب لما 12,000 واحد يعتبروا رئيس، يعني دول ال 12,000 المرصودين اللي هو اكنه ده اللي بيطلع الشائعه، في ليه بقى ايه؟ الصبيان حواشي بقى اللي هي سمت باللجان الالكترونيه لو حضرتك يعني الذباب الالكتروني. اذا 12,000 اكونت رئيسي بيطلعوا كل فتره اشاعات بيروج ليها عن طريق اكونتات صديقه او تابعه ليهم تسمى الذباب الالكتروني او اللجان الالكترونيه، وبناء عليه حضرتك بتنشر كميه شائعات في مصر. تقريبا انا يعني على الموقع بتاع رئاسه مجلس الوزراء اللي هو المركز الاعلامي رصد 30,000 شائعه خلال 5 سنوات، يعني بنتكلم ان في 6,000 شائعه في 365 يوم. كميه شائعات رهيبه جدا بتنتشر. بقى مدى انتشارها هي دي المشكله اللي عندنا كمان في مصر، ان احنا الناس بتاعتنا على طول فورورد ويبتدي ينشر كأنه يعني هو لقى خبر فبيبتدي يقول. واخر حاجه حتى مضحكه اللي هي حصلت في العيد اللي فات على طول كل سنه وحضرتك طيب. شائعات تغيير يعني مجلس الوزراء ورئاسه مين على طول، يعني طب يا جماعه منين؟ لحقنا ازاي؟ ده كل واحد بقى خبير، يعني ده رئيس وزراء، لا يا عم لا ده فلان الفلاني. طب ايه الغرض منها؟ طبعا حضرتك اي برضو يعني اشاعه تغيير لقياده اداريه للبلد بالشكل دوت اللي هي رئاسه مجلس الوزراء بالوزراء المحيطين، طبعا لما بيحصل تغيير هيعم على الباقي. بيحصل شوشره وفي بعض القطاعات بتستنى تقف تقول لك طب ما نشوف القياده ما انت غرضه ايه شائعه وانتشرت ازاي؟ لا كلنا وصلت لنا ان في انباء عن تغيير رئيس مجلس الوزراء، ده ما حصلش. ادينا قاعدين اهو لغايه دلوقتي وما زال رئيس مجلس الوزراء هو الدكتور مصطفى مدبولي. خلينا نتكلم بقى هنا على جزئيه كيف تواجه الدوله هذه الشائعات، لان برضو خليني دكتور مايكل اقول لك برضو الساده المشاهدين يبقوا معانا كده، يعني الشائعه بيبقى فيها جزء من الحقيقه، جزء مع هاله من الكذب الكتير. يعني ايهاب كان لابس مثلا جرافات في اسود فقط، لكن بقى بعد كده ممكن يقول لك بدله حمراء، ويعني جزء من الحقيقه مع كثير من الاكاذيب، يعني يبني عليها كثير من الاكاذيب. ازاي الدوله ممكن تواجه هذه الشائعات؟ هي الدوله ابتدت تشتغل في كذا خط الصراحه. اولها اصدار صفحات رسميه لمعظم الوزارات والكيانات الحكوميه بشكل مباشر في مركز اعلامي لرئاسه مجلس الوزراء. كل وزاره من الوزارات ليها صفحه مقننه حضرتك تقدر تتابع عليها اخبارها اول باول، سواء وزاره قطاع اعمال، وزاره الاسكان، كل الوزارات تقريبا ليها صفحه رسميه فيها متحدث اعلامي بيصدر كل شويه البيانات الخاصه وانفوجراف بيعرف الاعمال بتاعته ايه اللي شغاله. ده جانب من الحاجه اللي هو ايه، انا لازم انتقي مصدر المعلومه. خلاص ده الجزء اللي عملته الدوله في الحته دي. الجزء الثاني الوعي على الارض، ابتدى يخش معانا كيانات بقت توعي الشعب. هي كانت مخصصه مثلا زي اكاديميه نصر العسكريه العليا وخلافه، دي كان المفروض اكاديميات بتنتقي بعض الناس والقيادات العسكريه لتدريبها. لا ابتدت تفتح مجموعات كتيره للتوعيه والامن السيبراني وبتشرح للمواطنين العاديين. الجزء الاخير اللي ابتدت عليه الدوله ان بقى فيه بعض المنتجات التعليميه اللي بتساق للشباب بسن ثانوي وكده، ان يبقى فيه توعيه عن موضوع الشائعات وازاي نستخدم النت. كل ده تقريبا في منهج اسمه الحاسب الآلي. اذا في كذا جزء، بس طبعا لسه ما زال في ادوار تانية محتاجه، لان ما زلنا بنعاني برضه زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنفرورد على طول بتاع، فما زال الوعي لسه مش بالقوه اللي احنا متمنينها. دكتور مايكل حضرتك اشرت الى جزئيه هامه جدا برضه، ودي مساله مهمه، ان الشائعه عشان كما يقال توأد في وقتها لابد ان يكون في رد رسمي صحيح وسريع.
يعني حتى مساله تغيير وزاري وبتاع حدش طلع اتكلم يعني برضه للاسف يعني صحيح. يعني كان يفترض ان يطلع متحدث رسمي باسمه رئاسه الوزراء والله ان كل فيش امور ما فيش يعني. هنا مساله برضه وجود مساله ازاي نقتل الشائعه او نقضي على الشائعه فور صدورها، خاصه مع وجود يعني كم هائل من الحسابات والشائعات، وفي ثانيه مجرد تك على زرار الدنيا هقول برضو لحضرتك جزء توجيهي كده. هو الدوله بتبقى فيه شائعات بتظهر قدام، ساعات بيتجاهلوا بعض الرد على الشائعات. ما يعني مش مستاهله. يعني ما يقول لك تغيير مجلس، طب الناس كلها يومين ثلاثه هتلاقي ولا الوزير ولا رئيس الوزراء اتغير عادي، فيعرفوا ان ما نشر هذا الكلام هو انسان. ده جزء من دور الوعي التكييفي للشعب. يعني انا بستناك انت تشوف النتيجه، لان هي مش امن وطني هنا، مش امن، ما تخصش امن الدوله الداخلي. انما الشائعات اللي بيترد عليها على طول الشائعات اللي بتخبط في الامن القومي. يعني ما ينفعش حاجه تبقى تخص الامن القومي المصري، وليكن جزء مثلا بتاع القافله اللي كانوا لسه بيتكلموا عليها من يومين وهتعدي مصر مش عارف ايه. لا، كان في بيانات اول باول بتصدر ان الجانب المصري تعامل معاهم بطلب التصاريح، تعامل معاهم بان هم حسب باسبوراتهم هيحصل فيهم كذا، فابتدى يبقى في رد يعني خطوه بخطوه على طول، عشان خاطر لان دي بتخص امن قومي داخلي وفي نفس الوقت علاقات مصر بالدول اللي حواليها، فده كان بيترد عليه على طول. انما الشائعات اللي ممكن تدحض لوحدها بتتساب نسبيا انها تترد لوحدها. تمام. برضه هسأل حضرتك سؤال، ايهما افضل يعني؟ لان برضو في شائعات ساعات كده بغض النظر عن اللي كنا بنتكلم عليها، مساله تغيير مجلس الوزراء وكده، ده طول الوقت في مجلس وزراء ووزراء بتتغير رايحه جايه يعني. ايهما افضل بقى، ان انا ارد على الشائعه بسرعه ولا ده متروك لي؟ يعني الناس تقول لك يا عم دي شائعه خايبه يا عم نرد عليها ليه؟ مع ان للاسف سواء خايبه ولا مش خايبه او هتترك اصلا يعني نرد ولا نسيب المساله؟ خلينا نقول ان الافضل في كل حاجه على موضوع الشائعات ان انا اقطع من المنبع وارد على طول. وده هيبقى بالنسبه لي يعني ان هو تم قتلها في المهد زي ما بيقولوا. ولكن من بعض التفسيرات العلميه للجزء بتاع ان انت كده هتفسر ان انت والي على الشعب وعلى ثقافته وعلى موضع دماغه. كل ما ترد اول باول يقول لك واحنا صغيرين هيقعدوا يدونا الحاجه دي بس كده. لا كمان هو انت بقصدك ان انت ما تقولش ان دي الحقيقه، بس هي دي الحقيقه مع ان دي شائعه فعلا. ما ده خلي بالك برضو، ده في فكره كمان يقول لك شايف يا عم بيردوا ازاي، كانت حاجه غريبه يعني. صحيح. فعشان كده في بعض الاراء وخصوصا بعض الدراسات العلميه على كمان طبيعه الشعب المصري، في شائعات بتترك لعدم الرد عشان خاطر هو مع وعيه يبتدي ينمو. وفلان الفلاني ده لما عمل دي طلع شائعه كذب، لا اللي كتبه ده لما نشوف اذا كان صح ولا غلط. فتبتدي كمان ثقته في الافراد اللي هو كان بيشير عنها او بيتابع اخبارها على اساس ان دي حقائق هتبتدي تنتفي. الثقه اللي هو بنيها مع شخص ما هتبتدي تنتفي، فما يجريش قوي على ان اول ما يجي شائعه يروح باعت. ده جزء من برضه الفكر التعليمي او الفكر العلمي لمناهضه الشائعات في مصر، انها مش كل حاجه فعلا بنرد عليها او ما بنقتلهاش في المهد، لا سيبها هو يتاكد ان الكلام ده برضه بنفسه، لان في جزء وعي من الشعب المصري انه هيفضل متابع. انت قلت شائعه بالنسبه له مهم، طب مع مرور الوقت انتهت، يبقى مش كلامك مش مظبوط بعد كده. اخد بقى المواطن بقى ومساله برضه المواطن ازاي يتحقق من صحه الشائعه دي اذا كانت حقيقيه او لا. خلينا نتكلم ان المواطن بقى قدامه كتير قوي يتحقق من اي حاجه قبل ما فعلا يعني يبتدي يفرودها او ينشرها او يوزعها على الواتس ويبعت لجميع اصدقائه. حضرتك عندك دلوقتي مصادر رسميه لكل معلومه، المعلومه دي تخص ايه؟ القوات المسلحه في صفحه للقوات المسلحه، تخص وزاره الداخليه في صفحه لوزاره الداخليه. طب ما اعلنتش وانا مش عارف واذا كان ده حقيقي ولا شائعه ما زالت مروجه. عندك تقدر تخش على كتير قوي من جروبات الاخبار لغايه ما تلاقي مثلا الخبر مكرر بنفس الصيغه او بنفس بتاع، يعني عايز اقول بنفس المحتوى عن
عن جهات معلومه، في مصادر مؤكده تقول ان دوت موجود، في شخصيات اتذكرت بقت مسؤوله عن هذا الخبر، ابتدي اقدر اقول الخبر ده بنسبه كبيره ده خبر مش شائعه. انما الكلام عمال يتغير من حد لحد، او مش مكتوب ولا شخصيه ولا جهه معينه، وعلم مصدر مين ده مصدر في الهوا كده، مش دون حقائق او اثباتات من جهه معينه ودون مرجعات لمواقع تكون قويه انت عارفها ليها سمعه وتهاب. يعني ما ينفعش مثلا مؤسسه الاهرام تطلع خبر بيكون فيك، ما ينفعش الاخبار، ما ينفعش الوزراء المعلومات، كل الحاجات اللي انت متاكد من هي ليها اسم وتخص الدوله ان هي تطلع معلومه بتطلع غلط، ما ينفعش، يبقى حضرتك دي اللي تتاكد منها. في ناس بتستغل المساله ديت وتنزل بوستات وتقول لك ان وتكتب فوق مركز رئاسه الوزراء مركز المعلومات واتخاذ القرار. صحيح، وانا مع حضرتك في الحته دي. وفي ناس غرضها زي ما بيقولوا الشغل، الناس بقى كتير تخش تكتب وراه وتدي له كومنت وتشير عنه والكلام ده. المواطن اللي زي ما بنقول بنراهن على وعيه الاول، انت لقيته كاتب رئاسه مجلس الوزراء، ما اخش على الصفحه بتاعت رئاسه مجلس الوزراء اللي هو منشنها، هل ده حقيقي ولا لا؟ يبقى انا رجعت برضو المصدر اللي هو قايل عنه. وطبعا خلينا نتكلم ان استهلاك لحد المصدر الرسمي ده هيبقى فيه بعد كده مشاكل عليه هو، يعني الشخص اللي قال ده لو تم متابعته، انت بتقول عن رئاسه مجلس الوزراء، ده هنا خرق الكتروني واضح لجهه رسميه، اذا هيبقى فيه عقوبات بعد كده عليه. انما انا يعني الساده المواطنين بوجه لهم بشكل رسمي ان كل واحد يلاقي خبر يحاول اكتر من مره ياخد 10 دقائق بس قبل ما يشيره، ان انا راجع الخبر، اتابع الخبر، اشوف المصادر اللي قايله عليه، بدل ما انا انشره يبقى طرف اساسي في نشر اشاعات عن الدوله او تضر امن البلد. دكتور مايكل، يعني تعريف حضرتك في جزئيه هي التنميه المستدامه، والتنميه المستدامه بمعناها البسيط قوي هو عدم استغلال الموارد او الاجحاف في استخدام الموارد للاجيال القادمه. صحيح. وطبعا داخله فيها بقى الاقتصاد الاخضر والطاقه المتجدده وامور كثيره جدا برعايه امميه من خلال الامم المتحده او برعايه الدوله المصريه يعني. تمام. تاثير الشائعات في مساله التنميه المستدامه دي ان يبقى في تشكيك طول الوقت في كل خطه في كل عمل. جت في دماغي كده ده هي خد بال حضرتك، الشائعات دي اساس هدم التنميه المستدامه. ليه؟ حضرتك طول ما دائم التشكيك فيما انا بعمله عشان انمي نفسي كدوله وانمي نفسي كمشروعات واعمل، هو ده اساس المشكله. يعني هقول لحضرتك على حاجه، انا مش كل المشروعات اللي بتتعمل في الدوله حاليا غرضها الوقت الحالي، ممكن حاجات استراتيجيه طويله طبعا، فدي اسمها تنميه مستدامه. ما هي خطه مصر 2030 يعني، او انت في 30 دي تلاقي طب بعد كده هتعمل 2050 هتعمل 2070. الخطط الطويله دي كلها خطط تنميه مستدامه. لما ابتدي اطعن بالشائعات فيما يعمل مشاريع دلوقتي حاليا، يبقى انا بطعن في الخطه دي، يبقى ما فيش تنميه مستدامه. وانت عايز كل حاجه دي اللي هي تستفاد بيها دلوقتي، يبقى انت الاجيال القادمه حفظت تنميها ازاي؟ ما حصلش. ولذلك دايما تلاقي الضرب كله في مشروعات الدوله في ايه؟ الطرق، مشروعات الثروه واستزراع السمكي اللي ما زالت مثلا في اجراءات ليها بتنهى، وليكن عشان انا برضو حد كلمني في موضوع ليه ما بناكلش السمك بسعر رخيص واحنا عملنا مزارع سمكيه ومطلعين اشاعه بكده. المزارع كلها تحت يعني بعد ما انشئت بيتعمل ليها طرق، بيتعمل ليها ازاي يتم استخراج الثروات السمكيه اللي جواها، استزراع يعني امور كثيره. هتاخد وقت شويه بس هتلاقي قدام في مدى كويس. اذا ضرب التنميه المستدامه ده احد يعني خطوره الشائعات ان تضرب التنميه المستدامه ده في مقتل يعني. تمام. اتكلم بقى يعني ايه، عايز انت يمكن اتكلمت على دور المواطن. صحيح. ان هو يبحث يعني دقيقتين 3 5 كده، ابحث قبل ما تشير الخبر يعني. عايز اتكلم على دور مؤسسات الدوله ودور مؤسسات الدوله هنا كمان الدينيه، الكنيسه، الجامع، الازهر، وزاره الشباب والرياضه، المراكز الشباب، اصول الثقافه. دور المسائل دي لان كمان انت اشرت برضو في مساله الأكاديمية الوطنية ودورها، أكاديمية ناصر دلوقتي يعني. صحيح. وإن كان يعني برضو إن كانت المسألة مركزية أكتر في أكاديمية ناصر والأكاديمية الوطنية الحمد لله، لكن بقى في كمان فروع في المحافظات. صحيح. يعني عشان تبقى القاعدة الشبابية أكبر وأعم. أتكلم على دور المؤسسات الدينية.
طب خلينا مؤسسات الدوله. خلينا نبتدي ان تحت مصطلح الامن السيبراني اللي هو متعلق بالجزء بتاع الشائعات والنت والكلام ده كله، ابتدت تتعمل دورات، والدورات دي كتير قوي من وزارات الدوله تبنتها، منها وزاره الشباب والرياضه على مستوى كبير قوي. كل شويه تلاقي حضرتك في مراكز الشباب في الانديه في دوره للامن السيبراني. الغرض منها حاجتين، ان انا اعلم حضرتك ازاي ما تخترقش، ازاي ما تستغلش، وتعرف قوانين والجرائم الالكترونيه ازاي تقدر تاخد حقك لو حصل لك اختراق او ابتزاز او اي شيء من هذا القبيل. الجزء الثاني ان انت ما تشاركش في حرب الشائعات ضد الدوله، وده جزء من شرح هذا الكورس. الكورس ده من وزاره الشباب والرياضه واكاديميه نصر العسكريه، وابتدت فعلا زي ما حضرتك قلت توسعت كتير. النقابات المهنيه ابتدت تدي هذه الدوره. كل ده جزء من الوعي اللي ابتدت الدولة بمؤسساتها القومية تفرضه على ان هو على نطاق واسع يقدر يوصل لجميع أعضاء الشعب. في كورسات كمان موجودة على النت، أمن سيبراني موجودة النت تقدر تتفرج عليها، متاحة على اليوتيوب، وتخص محاضرين وجهات مصرية بحيث انه يبقى بيوجهك صح. زي ما احنا قلنا، ما انت عندك الذكاء الاصطناعي موجود، تعال اسأله، ممكن يديك في وسط المعلومات اللي هو بدها معلومات مضلله ضد الشأن المصري، وبالنسبه له هي معلومه صحيحه كذكاء اصطناعي. اذا المؤسسات داخل الوطن ابتدت تعمل على توسيع قاعده ان انت تبقى عندك وعي بالشغل الالكتروني كله، قوانينه، مبادئه، نشر الشائعات بيأثر على ايه في الدوله. من مؤسسات وطنيه ووزارات زي الشباب والرياضه، في كمان النقابات المهنيه والعماليه تشتغل على هذا الجانب. ده جزء توعوي كبير جدا. طب تعالى نخش على الجانب الديني. اولا سواء الازهر او الكنيسه مهتمين جدا منذ القدم بعدم نشر الشائع، والاثنين بيحرموا ان ده يعني فان جاءكم فاسق جميل. تبينوها اصلا تسوبوا قوم بجهل وانتم لا تعلمون. بس فانا دلوقتي هي الشائعه اصلا بالنسبه لي حاجه غلط دينيا اخلاقيا. فتقريبا هتلاقي معظم الوعظ في هذا النطاق ان دي حاجات مش كويسه. وان كان يعني الشباب بس مش بيربط الاثنين ببعض بس، فدور الازهر والكنيسه لازم يتوسع شويه في الموضوع دوت، ويبتدي فعلا بيدي موضوع الشائعات حق او بشكل قوي مباشر. يا جماعه خلوا بالكم النشر، لان النشر كتير جدا. فطبعا الوعظ الديني جزء من جانب زي ما بيقولوا التحكيم الاخلاقي، ان نحوكم الشباب في حته لا خد بالك، يبتدي هو ياخد باله من الناحيه ديت. لان حتى ساعات بيبقى اطراف عامله نفسها دينيا سواء من ناحيه الكنيسه او من الازهر كجامعات مضلله، ويبتدي يلعب بالشباب بعقولهم. انا بطرح الموضوع. ان الوعظ الديني بيبقى ليه تاثير كبير جدا جدا، وخصوصا ان هو بيعرف يكلم الشباب بمنحنى يلمس القلب شويه. فطبعا لازم نحترز من هذا. فطبعا في لسه دور للازهر والكنيسه نتمنى تنميته خلال الفترات الجميله. انما انا اللي شايفه ان الدوله ذات نفسها كتوجه لا موسعه قاعده شرح الامن السيبراني والشغل بتاع الاشاعات ده كله. يمكن برضو واحنا بنتكلم على الدوله مساله بنك المعرفه وأهمية توافر المعلومات وتداولها، ده شيء مهم جدا يعني. تأثير بنك المعرفة وأهمية تداول المعلومات وتوفير المعلومات لوقت الشائعة في بدايتها يعني. خلينا نقول ان اللي حضرتك بتقوله بقى ده هو اللي هو معيار الشفافيه اللي احنا بنتكلم عليه. والمعيار بتاع الشفافيه ده هو ناتج المعلومات اللي تصدرها الدوله عشان خاطر توعيك انت او يبقى عندك الرؤيه الصادقه من قبل بقى ما تطلع الشائعه. يعني حضرتك المطلوب في الشفافيه ان انا الوزاره الفلانيه بتعمل مشروع كذا وكذا وكذا، والمشروعات دي هدفها خدمه كذا وكذا وكذا بتكلفه كذا على الدوله. كل ما هو موجود من اعمال او مشروعات بتتعمل لصالح الوطن بيتم تخريج جميع المعلومات عشان خاطر انا اقدر ما توصلكش اصلا شائعه. انت عندك المعلومه من الاول، فمش محتاج توصل لمرحله ان عندك شائعات. فبنك المعرفه وكل الانفوجراف اللي بتطلع عن طريق صفحات رسميه للوزارات ورئيس مجلس الوزراء، كل ده بيخلي فيه وعي مسبق عن معلومه ممكن تتقال تبقى شائعه، فالناس ترفضها من الاول لان عنده معلومه ثانيه مظبوطه ودقيقه من جهه رسميه. تمام. اتكلم بقى على يعني الشائعات. هل الشائعات يمكن ان يكون لها تاثير مش عارف اقول بقى سلبي او ايجابي على القرارات الحكوميه؟ لان في النهايه برضو خلينا ممكن الشائعات تعمل حاله شعبيه للاسف. صحيح صحيح.
هو احنا شفنا الكلام ده في اكتر من حاجه، وطبعا بتؤدي الى وجود زي ما بنقول هرج او ما يشبه تشويش ثوره وتشويش من مجموعات من الشعب المصري. فالحته بتاعت ان انا يبقى عندي المعلومه عن شائعه وابتدي الناس تعمل عليها هرج، هو ليها حلين. لو هتعمل مشكله كبيره قوي ما ينفعش برضو انت بتبتدي تعمل نشاط الوعي بس. لو الاجراء او القرار هيبقى ضد الدوله، ما اعتقدش ان تحت اي ظرف اي ضغط ما يمكن ان هو اتخاذ هذا القرار. غالبا هيبقى محتاجين نوعي الناس عن هذا الموضوع ونبتدي نفك الازمه بالتدريج. ولكن اخر حاجه مثلا حصلت موضوع القافله اللي كانت عايزه تعدي، لقينا الساده برضه من اعضاء نقابه الصحفيين كانوا عملوا وقفه، عملوا حاجات زي كده. طب لما طلعت التوعيات معينه فهموا، فابتدى انفض هذا المشكله، وفي نفس الوقت احنا ما غيرناش قراراتنا او اجراءاتنا في التعامل مع هذه القوافل اللي كانت عايزه تعدي. تمام. مع الهاتف الدكتوره هاله منصور، استاذه علم النفس والاجتماع بجامعه بنها. دكتوره هاله، مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيبه. مساء النور، اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها بخير يا رب. دكتوره هاله، يمكن ضيف الدكتور مايكل بدراوي خبير استراتيجي وسفير التنميه المستدامه عن الشائعات. يمكن كنت لسه بقول دلوقتي على ان الشائعه دايما بيبقى فيها جزء بسيط قوي من الحقيقه، وبيتم بقى تكوين صوره كاذبه على الباقي يعني. وخليني بدايه اقول تاثير الشائعه يا دكتوره هاله على المواطنين، وهل في شائعه ممكن ان نقول انها ايجابيه او سلبيه؟ طبعا اهلا وسهلا دكتور مايكل ضيفك الكريم. وفي الحقيقه طبعا الشائعات زي ما سيادتك تفضلت وقلت لازم بيبقى فيها جزء من الحقيقه، كمان لازم يكون فيها قدر من الشغف والاهتمام من قبل الجمهور اللي ممكن تنتشر فيه الشائعه. لو بصينا للشائعات هنجد ان هي نوعين، نوع عشوائي تلقائي، وده بيكون مرتبط برغبه بعض الاشخاص او بالاهتمام ببعض الموضوعات او اثاره بعض الامور اللي ممكن يكون فيها شغف عند عدد كبير من الناس، او بيكون مع حدث غريب شويه بتبقى الناس بتنبهر بيه او بتنفعل معاه. النوع الثاني من الشائعات وهو الشائعات المنظمه، ودي بيبقى فيها ناس قاعدين بيدرسوا الوضع وبيبتدوا ان هم يصيغوا بعض الشائعات عشان يوصلوا بيها لاغراض معينه بتحقق ليهم بعض المكاسب، سواء كان في اتجاهات سياسيه انهم يثيروا البلبله، او اتجاهات اجتماعيه ان هم يحققوا رغبات اجتماعيه، او اتجاهات ماديه بحيث انه يرفع سعر سلعه او يؤدي الى التكالب على بعض السلع. فهنا مساله الشائعات مش كلها عشوائيه، مش كلها رغبه من افراد، ولكن في جزء بالطريقه دي، والجزء الثاني بيكون منظم وهناك كتائب بتتحرك عليه، خصوصا مع توافر الادوات الحديثه في السوشيال ميديا وسرعه التواصل وسرعه تكوين راي عام تجاه بعض القضايا، لانه الميديا بتؤدي لانتشار بدرجه كبيره جدا. ده ياخدنا للسؤال، ده ياخدنا لسؤال ثاني دكتوره هاله على مساله يعني الاستفاده من التكنولوجيا ونظام الذكاء الاصطناعي في يعني كشف الشائعات، لان دكتور مايكل اتكلم برضو قال يعني هي 5 دقايق ولا 10 دقايق ممكن تتاكد قبل ما تشير خبر قد يكون ليه تاثير مش لطيف على بعض الناس او على المجتمع حتى يعني. ما هو ده حضرتك بيرتبط بدرجه الوعي، لان زي ما بيكون عندي حد بيحاول ان هو ينشر الوعي السليم ويقاوم الشائعه، هناك اشخاص بالجهل بيؤدوا الى انتشار الشائعات، مجرد ان هو شير يدوس على الزرار خلاص الموضوع انتهى. فده بيرتبط بمستوى الوعي، وده يخلينا نقول ايه هي البيئه الاجتماعيه المقاومه للشائعات وايه هي البيئه الاجتماعيه المؤيده للشائعات. البيئه المقاومه للشائعات هي بيئه الحصول على المعلومه من مصدرها الرئيسي بشكل سريع، هي توفير قدر من المصداقيه ووجود ادوات سليمه للوصول الى مقاومه الشائعه. البيئه المؤيده بقى للشائعات او المنشطه للشائعات اللي بيغيب فيها مصادر
المعلومات السليمه اللي بيكون فيها اكثر من مصدر، يا اما بيتحرك زي ما قلت لحضرتك بشكل منظم، يا اما بيتحرك بشكل عشوائي نتيجه لجهل بعض الاشخاص وسرعه نقل الاخبار الغير سليمه. وهنا بنضطر ان احنا نواجه ده بالمعلومات الدقيقه. في بعض الاحيان كمان مواجهه الشائعه بشكل مباشر بيؤدي لانتشارها، لان بيبقى في ناس ما سمعوش الشائعه ولكن بيسمعوا الرد عليها، وهنا حاله الشك او عدم الثقه اللي ممكن تكون موجوده مع بعض الجهات وبعض الافراد بيؤدي الى تكذيب الخبر الحقيقي اللي هو بينفي. تمام دكتوره هاله، ده ياخدنا للشائعه، لان برضه خلينا اقول ان في شائعات برضه ساعات كده يقول لك ايه يا عم ايه الكلام ده يا عم، هو في حد ممكن يتخيل الكلام ده او يصدقه؟ يا عم احنا ما نردش احسن. هل الرد ده يعني مساله الرد الفوري او الآني على اي شائعه ده صح؟ بغض النظر عن الشائعه ان كانت بتقول يعني شكلها مش صعب انك تصدقيه يعني. بالظبط، هو انا بقول لحضرتك ما يبقاش الرد بشكل مباشر، ممكن يكون الرد بنشر الحقائق حوالين الموضوع من غير ما نتطرق للشائعه في حد ذاتها. تمام. ممكن يكون الرد بدرجه من درجات التوعيه او تنميه الوعي من غير ما تطرق لموضوع الشائعه في حد ذاته، يعني محتاج ذكاء في الرد. تمام. لكن لازم ابني المعلومه السليمه عند الافراد وعند المجتمع. اخيرا بقى دور الاعلام دكتوره هاله في المساله دي. الاعلام اداه من ادوات التنوير واداه من ادوات تحقيق الوعي. فعشان كده بقول لحضرتك لازم الرساله الاعلاميه تصاغ بذكاء شديد جدا وبمعلومات دقيقه وبارقام محققه عشان تقدر ان هي تكتسب الثقه من الناس. لازم التريث في الرد ولازم الذكاء في الرد ولازم سرعه نشر الوعي بدرجه كبيره. تمام. بشكرك دكتوره هاله. بشكرك دكتوره هاله منصور، استاذ علم النفس والاجتماع بجامعه بنها. بشكرك على هذه المداخله القيمه، شكرا جزيلا. عوده مره اخرى الى ضيفي دكتور مايكل. دكتور مايكل، هنا بقى يعني الشفافيه، يعني برضو مطلوب برضو الشفافيه من مؤسسات الدوله، الشفافيه من كل مسؤول. ما اعرفش ايه المشكله ان لما يبقى في شائعه ان مسؤول يطلع ويتكلم مع الناس ويقول الموضوع كذا كذا كذا. خلينا نتفق على معيار الشفافية بيختلف عموما من دولة لأخرى على حسب الوعي والاستيعاب والبيئة والكلام ده. فهو المشكلة ان انت في معظم مثلا المسؤولين او ما يعرفش يخاطب جميع الطبقات، ودي مشكلة كبيرة قوي بتواجه الدولة المصرية، ان احنا برضو عندنا الاختلاف الطبقي كبير شوية. يعني لازم تخاطب كل واحد بما هو يفهمه، ما ينفعش تقول لمزارع على حاجه تانية في اقتصاد بشكل كبير قوي وما تقولوش على حاجه في الزرع ذات نفسه. فبناء عليه هو المفروض نوسع مفهوم الادراك للناس، ان يبقى عندي التوعيه من المسؤول هي مقسمه بمجموعاته او جروباته على كل فئه من الفئات، يبتدي يفصل الفئات ديت ويبتدي يشوف هيوصل لها ازاي، وبناء عليه المعلومه توصل. يعني في لغايه دلوقتي ناس ما بتستخدمش التليفون ولا السوشيال ميديا غير الاتصال. والله ارتحت. هو طبعا بس في الاخر هتجيله المعلومه منين؟ من احد اطفاله معاه موبايل راح قال معلومه غلط، ابتدى هو بيتعامل في شغله كمزارع او على اساس ان دي صح، لان هو بالنسبه له ابنه متعلم. فالقصه هنا بقت ايه؟ ان انا عندي زي ما حضرتك قلت دور الاعلام اهو ده مرئي للجميع، يبتدي لازم يوصل المعلومه بشكل دقيق. جميع المسؤولين تبتدي تطلع على بيانات بكذا اكتر من اتجاه، سواء في الميديا او في الاعلام المرئي والمقروء، بحيث تقدر توصل لجميع افراد الشعب المعلومات اللي عندك. ومن هنا يبقى انت عليت المستوى الوعي، وبالتالي مقياس الشفافيه عندك عالي كدوله. النهارده دكتور مايكل، شرف لينا فندم. كل الشكر وتقدير لضيفي الكبير دكتور مايكل بدراوي، خبير التخطيط الاستراتيجي وسفير التنميه المستدامه. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من حوار اليوم. بشكرك شكرا جزيلا، وشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.